اهلا بيكم في بودكاست في دايرة الرحلة. زي ما شركات السياحة قابل صعوبات وممكن تخطأ وممكن يكون سبب في حاجة، برضو العملاء او السائحين بعض ساعات بيبقى الخطأ سببه، وده بيكون مشكلة بالذات لما بيكون في رحلات جماعية، يعني جروب رايح ومثلا واحد اتأخر او كلام. فايه الاخطاء او الحاجات اللي بتسبب مشاكل بيكون سببها السياح. هنتكلم في الحلقة النهاردة عن بعض المشاكل اللي ممكن يسببها السائح بالنسبة للجروب، وبرضه هنتكلم عن ازاي نحلها احنا كشركة سياحة. احنا موجودين في المطار ومعانا 40 زبون طالعين على مدريد، وفي 2 متأخرين، يعني اللي موجودين في المطار 38 وفي 2 متأخرين. طبعا احنا طالعين كجروب، فالمندوب عندنا لازم يفضل مستني ويتأكد ان ال40 زبون موجودين. فبنكلم العميل كان عنده مشكلة، صحي متأخر، بيلحق في الوقت وبيحاول يلم شنطته ويتحرك، والمطار ما كانش الوقت مناسب والكلام ده كله، فتأخر شوية كتير. طبعا انت دلوقتي كمندوب معاك 38 عميل وفي 2 متأخرين، فايه اللي انت هتعمله او ايه اللي ممكن تواجهه في الحالة ديت؟ عادة احنا كشركات سياحة اللي بيحصل ان احنا بنستمر، لان احنا مش هنستنى او هنتحمل مشاكل 38 زبون عشان 2 اتأخروا نتيجة لان هم صحيوا متأخرين او بأسباب خارجة حتى عن ارادتهم. احنا مش هنقدر نستنى مع ال 38. في الحالة ديت احنا بنحاول بقدر الامكان نخلي العملاء دول يوصلوا في الوقت المناسب، بنتكلم ونتصل بيهم ونشوف لهم ونشوف نسهل لهم المواضيع. وفي بعض الساعات ممكن احنا نسهل مواضيع الشنط في المطار، وبحيث ان هم اول ما يجوا تبقى الدنيا بالنسبه لهم سهله. ولكن في الحاله بتاعتنا بصراحه اللي حصل ان هم اتاخروا جامد، اتاخروا اساسا بعد الجيت ما اتقفلت، وطالما الجيت اتقفلت خلاص الكاونتر ما بيسمحش بدخول ناس تانية. احنا طبعا ما استنيناش لحد ما الجيت اتقفل علينا بال 38، احنا دخلنا، ولكن كان في مندوب مطار تاني مستني الاثنين العملاء دول لحد ما جم، وعملنا لهم ريروتنج على طيران، نفس الطيران، ولكن طبعا دفعوا غرامة وكملوا الرحلة ووصلوا بعدينا بتقريبا 5-6 ساعات، ولكن كان في نفس اليوم وقدرنا نحل مشكلتهم. ولكن طبعا دي بتبقى غرامة. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن العميل يعملها، واحنا في الحالة ديت بصراحة ما بنستناش، لازم نبقى واضحين في النقطة ديت. انت ممكن لو individual لو فردي اتأخر وهيبقى المسؤولية كاملة على حضراتكم، ولكن لما بيكون في جروب لا، احنا بنضطر ان احنا نكمل المسيرة مع الجروب اللي موجود، وبنشوف نحاول نحل مشكلة العملاء المتأخرين. من ضمن المشاكل اللي بتبقى من العملاء، مثلا جالنا 2 المطار وما معهمش او نسيوا الباسبورات، وما اكتشفوش ان هم نسيوا الباسبورات لو هم على الكاونتر بتاع الطيران. بس الحمد لله في المرة ديت كان في وقت، هم كانوا جايين بدري، كانوا جايين تقريبا 3 ساعات ونص قبل الطيارة. فاللي حصل ان احنا مندوب من عندنا، بس طبعا من الشركة مش المندوب اللي معاهم في المطار، كلمنا مندوب من عندنا راح البيت وخد الباسبورات من الناس اللي كانت موجودة في البيت وجي بيهم على المطار. الموضوع يعني خد وقت تقريبا ازيد من 50 دقيقة، بس ما كانش الوقت كله ضاع، وقدرنا نلحق الموقف دوت ونحل لهم مشكلة ان هم جايين المطار من غير باسبور. برضو الحاجات اللي بتبقى ملفتة للنظر ومربكة في نفس الوقت هو المواعيد بتاعة الطيران. عادة معظم الناس بتبقى بصة على وقت الطيران. احنا عارفين ان في طيران بتبقى التوقيت بتاع الطيران بيبقى 16 17 18 لحد 24، وبعدين 1 2 3 لحد 12 وهكذا، هو اللي هو AM و PM. اللي بيحصل ان وناس كتيرة بتبقى بتغلط في الموضوع دوت، ان هو يبقى يفتكر ان هي AM ولكن هي PM، فاما يبقى في المطار بدري 12 ساعة او بعد الطيارة ب 12 ساعة. دي من ضمن الحاجات اللي كتير قوي بتحصل للعملاء، عشان كده بنأكد عليها، بنأكد مع العملاء، واحنا بنقول لهم اللي احنا مش بنبعت تذكرة الطيران للعميل وخلاص، لا احنا بنأكد له الميعاد وبنقرا له، لان برضو مش كل العملاء بيعرفوا يقروا تذكرة الطيران. فاحنا بنحدد لهم الميعاد الصبح بالليل بعد قبل، وازاي يبقوا موجودين في المطار وقبل الطيارة بقد ايه.